3 معلومات في الصلاة ممكن تسمعهم لأول مرة في حياتك. لو انت من الناس اللي محافظة على الصلاة في المسجد وفجأة كده وانت رايح تصلي لقيتهم خلصوا صلاة، أبشرك إن أجر صلاة الجماعة مش هيضيع عليك، وربنا سبحانه وتعالى هيكتبه لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص من أجورهم شيئا. فحافظ على الصلاة في المسجد يا صاحبي. رقم 2، لو انت عندك أوراد مداوم عليها زي مثلا صيام اثنين وخميس، قيام الليل، ورد من القرآن، سنن قبل وبعد الصلاة، أوراد ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وفي يوم من الأيام جالك ظرف ما قدرتش تعمل الأوراد دي، فأبشرك إن ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك أجر الأوراد دي اللي أنت مداوم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. طب أنت عايز إيه تاني؟ خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أوراد دايما تداوم عليها.